بصي يا سعيدة، بصي الخاتم ده اللي هو المربع ده. جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنبتدي فيديو جديد مختلف وهنخرج بره، وكمان هطبخ طبخة في آخر الفيديو. النهاردة اليوم مختلف شوية. خرجت أنا واتنين صحابي، هما متابعيني وصحابي في نفس الوقت، من اليمن، مقيمين في مصر بس قاعدين في القاهرة يعني. فهم جم المنصورة يومين، فبس ما حبوش يظهروا. فالنهارده انا خدتهم معايا علشان نتمشى شويه ونروح افرجهم شويه المنصوره يعني. سعيده واختها نوال. يلا بينا نبتدي الفيديو، وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. انا دلوقتي بوريهم المنصوره تقريبا الساعه 10:30 الصبح. ده شارع البحر، وزي ما انتم شايفين فاضي، مش مليان لان احنا لسه بدري طبعا. وبفرجكم بقى الشوارع عامله ازاي. كانوا مبسوطين قوي وكانوا نفسهم يظهروا بس مكسوفين. ان شاء الله هضغط عليهم علشان يظهروا في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. طبعا هم عندهم ولاد وكل حاجه، بس مش هتكلم على التفاصيل بقى في الفيديو ده. ان شاء الله هضغط عليهم عشان هم نفسهم يظهروا بس مكسوفين. فما نشوف بقى مين فيهم اللي اشجع من التانية. احنا دلوقتي خلصنا شارع البحر، رحنا بقى على المشاية، وبعدين رحنا شربنا في الكافيه ده قهوة بتاعتي، قهوة سادة بني فاتح. ما بحبش اشرب القهوة خالص مسكرة. بس هما طلبوا حاجة ساقعة، واللي طلبت قهوة زيي وسعيدة بتشرب سبحان الله زيي بالظبط، يعني قهوة سادة بني فاتح. انا بحب البني فاتح. في ناس بتحب البني الغامق، انا كنت فاكرة ده يعني نوع من انواع البن. لا، ده هو التحميصة بتاعته هي اللي بتحرقه او بتغمقه، بتخليه وسط. فانا بحب القهوة بتاعتي تكون فاتحة. هنتفسح مع بعض شوية وبعد كده هنتمشى، اوريهم المحلات في المشاية. وكانوا عايزين يشتروا شنط ويتفرجوا على محلات الدهب، فانا هوريهم شوية حاجات كده. احنا لسه الصبح بدري والشوارع فاضية. وانا من الناس اللي بتحب النهار، يعني انا ما بحبش بالليل. ففرصة بقى ان انا هخرج معاهم. بس هما للأسف يعني مش قاعدين كتير، قاعدين بس يومين وجايين لزيارة طبية، لأن انتوا عارفين الطب برضو في مصر متقدم، فهم جايين المنصورة متابعين مع دكتور في المنصورة. كنت عايزة اروح معاهم للدكتور، بس قالوا لي بلاش علشان انتي مشغولة والتصوير ومش هنعطلك والقعدة بتتعبك وكده. فانا ما روحتش معاهم للدكتور الحقيقة. وبعدين انا بقى هروح على البيت وهطبخ وهعيش بقى حياتي عادي. هما مش هيكملوا معايا اليوم لان هما وراهم حاجات كتير هيعملوها، وانا بقى هروح اشوف البيت والولاد. ضغطت عليهم ان انا اعزمهم النهارده، قلت لهم هعمل لكم ممبار وهعمل لكم محشي ومش عارفه ايه. فقالوا لي لا خليها يوم تاني. فانا اصلا كنت مطلعه الممبار بس ما عملناش محشي ولا حاجه، فاروح بس هكمل شويه ممبار مش كتير. يعني كنت هعمل محشي وممبار وكنت هعمل رقاق، وكنت هعمل حاجات كتيره، بس هم قالوا لي لا، هم اصلا يعني تعبانين، مش قادرين على الاكل التقيل بتاع مصر. فللاسف ضيعوا عليا العزومه بتاعه المره دي. بس المره الجايه ان شاء الله هعزمهم عزومه حلوه، يكون صحتهم حلوه وكويسه ويقدروا ياكلوا الاكلات المصريه بتاعتنا. طبعا انا مسلطه الكاميرا عليا علشان هما مكسوفين، يعني كل ما نيجي نصور حته كده ويظهروا فيها مش يعني بيتكسفوا بيتحرجوا ويقولوا لي لا خلاص امسحيها يا رشا مش عايزين نظهر. ان شاء الله لما نكون كويسين او يعني مستعدين للكاميرا ف نتصور معاك. يعني هم اصلا نفسهم يطلعوا بس مكسوفين. المهم انا هوريكم المنظر بس في الكافيه اللي احنا قاعدين فيه، بيطل على تقريبا ده نادي النيل. انا بقى نزلت خلاص، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جنب الكافيه ده محل بيكسي وتحته لازوردي، فتعالوا بقى نشوف الحاجات دي عند لازوردي. قعدوا يتفرجوا، عجبتهم شوية حاجات بس ما اشتروش. وهندخل المحل بتاع الجزم والشنط اللي انا بشتري منهم، علشان هما بيقولوا لي انت بتشتري منين. قلت لهم انا بشتري اونلاين، وتعالوا اوريكم انا بشتري منين. لما بنزل بشتري من المحلات. بصي يا سعيدة، بصي الخاتم ده اللي هو المربع ده. جميل. هندخل بقى بيكسي دلوقتي عشان اوريهم المحل اللي انا بشتري منه. كان عندي محفظة اتقطعت،
كنت جايباها من ديجافو، وهم دول محلين انا بشتري منهم، ديجافو وبيكسي. فاشتريت ده، واحدة منهم، هما ما اشتروش، انا اشتريت بس. قعدنا بقى نتمشى شوية، وبعدين انا روحت. وهم بقى كملوا بقى طريقهم، عشان هما كانوا وراهم شوية حاجات، وكان عندهم زيارة برضو لحد عارفينه في المنصورة، فما كانش ينفع اروح معاهم. ف وبعد كده بقى هيروحوا للدكتور اللي متابعين معاه. هضغط عليهم المرة الجاية عشان يظهروا معايا، سعيدة ونوال ان شاء الله. دلوقتي بقى انا في طريقي للبيت، وكنت مطلعه تسبيكه المحشي، قلت هعمل بس الممبار. التسبيكه دي حطيت عليها بصلايه وشبت وبقدونس فريش متقطعين، وكمان احط عليهم الرز والملح والفلفل والكمون. عايزين بقى تحطوا شطه حطوا، والرز بيكون طبعا رز مغسول ومش منقوع، يعني مغسول ومتصفي ومش منقوع. حطيت شطه ملح فلفل كمون بس، وهخلطهم مع بعض. وطبعا الخلطة فيها زيت ومتسبكة وكل حاجة. في ناس بتعمل الممبار ني في ني، بس انا يعني طلعت التسبيكة كانت في الفريزر. وبعد كده هحشي الممبار. وكمان كان عندي سبرينج رولز انا كنت عاملاه، فهطلعه من الفريزر. العجينة انا اللي كنت عاملاها في البيت، وكنت عاملاها معاكم قبل كده قبل رمضان. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت لو حبيتوا تتفرجوا على الفيديو بتاع السبرينج رولز. كنت تقريبا انا على ما اتذكر يعني، انا كنت عاملاها السنه دي قبل رمضان. كنت مسويها بطريقتين، على البخار وتقريبا بالمكوى. فانا هسيب لكم اللينك عشان تشوفوا. انا دلوقتي بحشي الممبار، وهكمل كل الكميه بتاعتي. وبعدين بكون فاتحه على النار، حاطه على النار حله كبيره فيها ميه، وممكن احط فيها ملح فلفل كمون، وكمان ممكن احط حبهان. وتعالوا نشوف المية بتاعتنا. وممكن ما احطش حاجة، بس انا حطيت شوية ملح، وهحط شوية كمون، وشوية فلفل اسود. ممكن احط شوية حبهان مطحون او حصى على حسب ما انت عايزة. وبعدين هنزل كده بالممبار. الممبار بيقعد 45 دقيقة، لا اكتر ولا اقل. ممكن يقعد اكتر من كده لو كان ناشف، اقل من كده برضو لا. بس اهم حاجة انك بعد الغليان بتوطي النار وتخليه على نار متوسطة، وتسيبيه ساعة الا ربع بالتمام وكمال. بتبصي عليه بقى بتلاقيه زي الفل. هغطي عليه الحلة، وبعد لما يبتدي في الغليان هوطي بقى النار، لان النار كانت عالية، واسيبه ساعة الا ربع بعد الغليان. بس ده شكل الممبار بتاعنا. تعالوا بقى نطلعه ونحمره. وبس هي دي الاكله بتاعتنا بتاعت النهارده. لو لسه موجودين معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. وما تنسوش بقى تشوفوا الفيديوهات في القناه الكبيره. وانا اسفه ان انا ما نزلتش الفيديو امبارح، لان انا كنت تعبانه جدا جدا. انا بصراحه انا مش عارفه مالي، ايديا وجعاني، طالع لي حاجه كده بقبيقه. إيه يا جماعه الحاجه اللي بتطلع كده في الرصغ، عارفينه؟ حاجه كده بيقولوا عليها كيس دهني ولا ايه، مش عارفه. وبنام كتير جدا جدا. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله هرجع بقى اعمل تحليل عند الدكتور. انت كنت روحت معاهم، انا مش عارفه ليه ما روحتش معاهم عند الدكتور اللي هم رايحينه. انا عملت السبرينج رولز اهو، لفيته بس ما جبتش المنظر لاني كنت تعبانه. وبعدين هحمر الممبار، والاكله بتاعتنا بالف هنا والشفا بقى للي هياكلوها. انا يعني احنا بس والعيال يعني. هما سعيده ونوال ما كوش يتغدوا معانا اصلا، لانهم زي ما قلت لكم تعبانين، فمش هينفع ياكلوا الاكل التقيل ده. و يعني عندهم زيارة طبية وكده وتحاليل، فكانوا مفروض ما يكونوش يعني واكلين او شاربين حاجات يعني كتيرة. فانا مش عارفة بصراحة. بس انا بقى بحمر الممبار اهو زي ما انتوا شايفين. وهناكل بقى كل واحد ياخد طبق فيه ممبار، شوية سبرينج رولز وشوية سلطة وخلاص، او مخلل اللي عايز وبس. دي الاكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. قولوا لي بقى رأيكم في، انا غيرت الجو معاكم ولا عملت روتين ولا نظفت ولا حاجة؟ يعني النهاردة مختلف شوية، مختلف كتير. ف يعني قولوا لي بقى رأيكم في الفيديو ده. بتحبوا الفيديو ده الفيديوهات دي اكتر، يعني ان انا مثلا اخرج وارجع اطبخ،
ولا نعمل روتين؟ اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات. بس يا جماعة ده الممبار بتاعنا، تعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة. من احلى الاكلات اللي انا بحبها الممبار، ورق العنب كمان، شايفين لونه تحفة. تعالوا بقى نطلعه كده، وبكده اكون خلصت اكلة النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لايك كتير للفيديو. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي، وبحب القناة دي، وبحب انزل فيها فيديوهات. وفي فيديو بكرة ان شاء الله لطريقة تخزين الملوخية، عايزاكم تشوفوه علشان الملوخية اليومين دول حلوة قوي وسعرها جميل. فما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع بكرة، هينزل ان شاء الله الساعة 12 الظهر بإذن الله. تعالوا شوفوا بقى بغرف الاطباق ازاي. كل واحد طبق هياخد ممبار وسبرينج رولز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم جدا، سلام عليكم.